انتوا تعرفوا ان احمد لطفي السيد حصل على قلادة النيل؟ لا لا لا، مش انا، ده ابو الليبرالية المصرية. رؤساء دول وفنانين وكتاب وأدباء ودكاترة ومؤثرين حصلوا على قلادة النيل، وكان آخرهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي كان موجود في قمة شرم الشيخ للسلام، وأهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي قلادة النيل نظرا لمجهوداته وإسهاماته في جهود وقف الحرب في غزة وإحلال السلام في المنطقة. بس إيه هي قلادة النيل؟ قلادة النيل بترجع لعام 1915 في عهد السلطان حسين كامل، لما حب إنه يبرز أكتر في شرعيته بعد الانفصال عن الدولة العثمانية، وحب إن هو كمان يبرز ويهدي كل الوطنيين قلادة النيل علشان بيعبر عن وطنيتهم، وعلشان يعبر على ان النيل هو مصدر رئيسي للحياة. فلجأ لمكافأة كل الشخصيات البارزة الوطنية في ان هم بيحصلوا على أوسمة عالية الشأن، زي اللي حصل في أوروبا في الوقت ده من الملوك والأباطرة. قلادة النيل وفقا لقانون 1972 هي قلادة بتمنح لكل الأشخاص اللي بيساهموا بشكل كبير جدا في الإنسانية والوطن. بتعتبر قلادة النيل هي أعلى درجات التكريم اللي بتمنحها الدولة المصرية لمن يرتديها، وبيتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية شخصياً، وبيتم التعظيم العسكري لمن يرتديها بعد وفاته. قلادة النيل مصنوعة من الذهب الخالص أو الفضة المذهبة، وكمان فيها وحدات بتعبر عن حاجات كتير، منها حماية البلاد من الشرور والرخاء والسعادة والخير والدوام. بتوسط القلادة حلية دائرية بتعبر عن نهر النيل اللي هو شريان رئيسي للحياة للمصريين، وبيعبر عن وحدته أو ربطه ما بين الشمال والجنوب، حيث يمثل الشمال هو ورق البردي والجنوب هو زهرة اللوتس، اللي بتعبر عن وحدة المصريين من آلاف السنين.